السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة. والنهاردة اول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا الايام علينا وعليكم بخير يا رب العالمين. النهاردة اول يوم رمضان، طبعا النهاردة صاحية بدري مش من عادتي طبعا، بس طبعا النهاردة اول يوم رمضان. اما نستقبل لكم صلوا على النبي واذكروا الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. وتعالوا النهاردة طبعا انا معزومة عند انا النهارده معزومه عند حماتي اول يوم رمضان، ودي عاده وربنا ما يقطع لنا عاده يا رب، لا ليا ولا ليكو، وربنا يجعل ايامنا كلها فرح وسعاده. طبعا نفطروا ايه النهارده؟ طبعا فطار كل المصريين. لو وصلت لحد هنا بالله عليكم حطوا لايك، يا رب اللي يوصل لحد هنا ويحط لايك ربنا يفرحه ويسعده. طبعا فطار كل المصريين. ايه هو فطار كل المصريين؟ المحشي. طبعا نزلت يا جماعه لقيتهم بيحشوا، كانت هي ووالده عماد ووالدتي كانوا قاعدين بيحشوا، وتقريبا كانوا مخلصين نص المحشي، وانا قعدت طبعا كملت معاهم، لان انا يعني ايه حماتي بتبقى مجهزه الحاجه في التلاجة يعني على الحشو على طول. وبعد كده حماتي جابت طبعا والله العظيم يا جماعه كانوا شويه محشي زي العسل. دي بقى يا جماعه جلاش، اللي ما يعرفش الجلاش. طبعا هنا بيتعمل بالسمنه البلدي الفلاحي. الطبق اللي هناك ده بيبقى فيه سمنه متسيحه، سمنه بلدي متسيحه على شويه زيت. تمام. وبتيجي طبعا ده الجلاش ده بنحطه كده في صينيه كبيره، وكل طبقه وطبقه بنعمل بالفرشه عليها زيت. ليه؟ عشان يدينا طبقات كده زي الفطير، يعني يعمل لنا طبقات، لما شويه السمنه دول بيعمل لنا طبقات فوق بعضها. وبعد كده حطت نص، يعتبر حطت نص الجلاش تمام في الصينيه، وبقت تحط واحده كده وواحده كده وواحده كده. وبعد كده طبعا هي كانت مش معصجه له لحمه بقى يا جماعه، كانت معصجه له فراخ. والله العظيم كان طعم، والله العظيم يا جماعه كان خطير جدا. يعني دي فراخ بانيه متقطعه تمام ومتعصجه زي اللحمه بالظبط، بس كان طعمها انا كنتش متوقعه طعمها كان خطير جدا، كان ما شاء الله حلوه جدا. وبعد كده بترص الطبقة التانية برضو نفس هي بترص الطبقات برضو فوق بعضها، وكل بين طبقة وطبقة بنحط معلقة سمنة، طبعا سمنة متسيحة زي الزيت كده وعليها معلقة زيت. بنعمل كده عشان الجلاش يعمل معانا طبقات، وبتحط كله زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبعد كده بعد ما بتخلصهم كلهم بنقطعهم بالسكينة، وبعد كده بنقطعها بالسكينة. وبعد كده ما صورتش الحتة عشان اقول لكم عليها، بنعمل بيضة بفلفل اسمر بشوية لبن كده على الوش، وبنقلبهم في بعض. وبعد ما نقطع الجلاش وهو ني بنقوم حاطين البيض واللبن على الوش كده عشان يخلي لكم الرقاق جوسي، يبقى في نفس الوقت مقرمش وطري من جوه، كان تحفة. و... وبعدين بتقوم مقطعاه بس كده اهو المحل اللي قلت لكم عليها، وبعدين بنحط بقى نحطه في الفرن من تحت ومن فوق، يديكي تحميره. لو طلع معاكي برضو ناشف شويه مفيش مشكله انك تحط عليهم شويه شوربه من فوق، بيبقى فظيع. وجربوا يا جماعه موضوع البانيه اللي هو متقطع ده، لانه والله العظيم تحفه بجد. بجد انا اول مره اعرف ان الفراخ طعمها حلو كده. انا بالنسبه لي كانت احلى، بالنسبه لي احلى من اللحمه يعني. يعني هو الاكل بيبقى امزجه، انا بالنسبه لي الاكله دي كانت احلى، اللي هي الجلاش بالفراخ كان بالنسبه لي احلى من اللحمه. وجينا بقى عملنا العصير وعملنا سلطة، وطبعا ومخللات وبتاع. وطبعا احنا ما شاء الله كنا عاملين يعني قاعدة على الأرض عشان نقعد كلنا مرة واحدة نفطر كلنا مع بعض. تمام. فعملنا كده حطينا، طبعا كان لسه بقى الأذان مأذنش، فقعدنا بقى نرص في الأكل. تصور لكم والله يعني أنا عشان مش في شقتي، فمش عارفة اخد راحتي في التصوير قد كده، بقيت اصور لكم على قد ما انا عارفة. محشي بقى مشكل وسلطات ومخللات بقى وشوربة وبط. وكانت صراحة أكلة جميلة جدا. وهخش دلوقتي أصور لكم في المطبخ. كنا عاملين بقى عصير جوافة باللبن، وعصير جوافة من غير لبن، وبلح باللبن. صراحة كنا عاملين برضو عصير كتير ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وهوريكم دلوقتي برضو البط والجلاش كان طالع عامل ازاي، يعني النهائي بتاع الجلاش كان عامل ازاي. كان تحفة تحفة تحفة، وربنا يا رب ما يقطع لنا وليكم عادة، وجعلها ايام خير عنا كلنا. وطبعا ده البط بعد ما حطينا برضو، عملنا للبط خلطة وحطيناه في الفرن. ده شكل الجلاش بعد ما طلع، طعم وريحة وشكل، والله كان جميل جدا جدا جدا. انا يعني انا والله ما بكدب عليكم، بس فعلا كان طعمه حلو قوي 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 قوي.